الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. المسألة السابعة مسألة حافتين اش أبا كتاب الطهارة كود خلاص بيتن دمايك مسألة دبشتين يشتا كتاب الصلاة. المسألة السابعة في دم المستحاضة در بوري خوينة مستحاضة أو جنة أو كو خوينة كت بينتن جبلي خوينة بين فيجاهية ويتشلك خوينة كاتية دينتيات بودا بيشكا أو تشخوينة. قلت استحاضة چيا؟ قلت سيلان الدم يعني ريشتنا خوينة في غير وقته، يعني ند وقت ودا، ند وقت بين فيجاهية دايا وند وقت تشلكاجي دايا، على سبيل النزيف، يعني وكي نزيفك وخوين بربينك دي بيدا بيتن الدفجنه من عرق، يعني أفخينها نشرها كدتن يسمى العاذل البجني عاذل نافي راح أبيه. قد ودم الاستحاضة يخالف دم الحيض في أحكامه وفي صفته. قد خوينا استحاضة نوكي خوينا بين فيجاهية اتحكمت خاجدة والصفات وشكل ساروبر خاجدة، يعني يا جداية. وهو عرق قد أفرهك ينفجر أتبقتا في الرحم الرحم جنيدا، سواء كان في أوقات الحيض وجدش أف خوينا هني بيتن أتوقتت بين فيجاهية أو غيرها أنجي تند وقت دا بيتن. وهو لا يمنع الصلاة ولا الصيام ولا الوضوء. قد أف خوينا هني نابت الرجل كوجن نفيجا بكت، نا درست نفيجا جي بكت، ولا الصيام ونابت الرجل بويكو أو روجيا بكريت، ولا الوطء نابت الرجل كو ظلامة بدا دفشي، نخيلا بهم درست، لأنها في حكم الطاهرات، چونك أفجنا هني حكم وانجنا يتباقش. قلت ودليله دليل بشندجي حديث فاطمة بنت أبي حبيش، حديث فاطمة يكيش أبي حبيشة قالت قلتي يا رسول الله، أي قصد خده، إني أستحاض، عندك أزم أسخوينا استحاضت بينا، فلا أطهر، يعني شجرة هشكي نابم، أفأدع الصلاة الباشا نفيجا بهلم؟ فقال لا، قلت نخر نفيجا نهل، إن ذلك عرق، قلت أباتت بنا أفرهك خوين جددا وليس بالحيضة أفنا بنفجهنا. فإذا أقبلت الحيضة أجر بنفجهية تهاتا وبو اختوانا فدعي الصلاة تنفجه بهلا. فإذا أدبرت وقتكو شو بنفجهية شو نما وقتوي خلاص بو فاغسلي عنك الدم تو خوينش خباقش بك وخبشوش في خوينهني وصلي وهروصا نفجت خابية. فيجب عليها أن تغتسل عند نهاية حيضتها المعتبرة. قلت بدوية سربجنا هني وقت حيضاوي أنجي عليه السلام وقت روجت بنفجهية وخلاصت بن دي تشكتن دي سري خشوت. وعند الاستحاضة بس وقتكو استحاضها بتعني خوين بردواماتت دي تشكتن قلت تغسل فرجها لعورة خشوت وتجعل في المخرج قطنا ونحوه، وقد رابطا بامبيك داني توجهي يكو خين شتتا أن تشتكي وكي بامبي بيتا يمنع الخارج نهلتا أفخين أبكابيتا، وتشد عليه ما يمسكه عن السقوط، وده تشتكي السرفي بامبي هني أن أو تشتكي دانا يجيه در كفتنا خوينه، ده تشتكي شي السرشدينيتا وكي باطا كي تشتكي وأف بامبي هني جي نكبتا. ويغني عن ذلك الحفائظ الصحية في هذا الوقت. وقلت وقت مدى أبروك حفاظة صحية أبا دي بامبي وفان تشتهمية دتداكي أبا ترهمي هيا. قلت ثم تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة. قلت وقت همين بيجا بدفيا أفجنهني دست نفيش بشد، چونكي بردام خوينت بينتا هم ده بين وقت بانك دا و بانك خلاص نویش بی ده دست نویش شد و ده نویش کرد.
پشتینگی بویا ایوارجی دست نویجه ده شد پاش ده نویجه کرد چنا بید بری بانگی بشد پشتی بانگی داد دست نویجه ده شد و نویجه کرد همه نویجه هست والمستحاضة لها 3 حالات مستحاضة چند حالتها سيتي الحالة الأولى حالة إيكي أن تكون لها عادة معروفة يعني أفجنها نيهوصايا وقتك ديار كريهي بأن تكون مدة الحيض بأن تكون مدة الحيض معلومة لديها قبل الاستحاضة قلت بأن تكون مدة الحيض معلومة لديها قبل الاستحاضة يا شوية بريكو توشي في إيشا هبيتكو خين بربينة بردوام خين تيتن بری توشی و اشه بید بری اینگید زانی کانه چند روژات کفته بنویجه هایده بونمونه 6 روژات دست بیگه هایوی ات کفتت بنویجه هایده اوه شنی 3-4 هایوه یا توشی و اشه هنوی بردوام روژا نخوینید بینتن هنگی ده چی کتن قد فهذه تجلس قدر عادتها قد بری ايش بده چند روژا اتماد بنویجه هایده قد 6 روژا الدست بیگه هایوی قد وقت البيت دست بكايبه 6 روجا دريني تخار وتدع الصلاة والصيام روجيا ونفيجا ناكت قد وتعد حائضا دئتها جمارتن فان 6 روجا تدا أبايا بنفيجا فإذا انتهت عادتها وقت 6 روجا خلاص بين كاش 6 چندن برينجي هر جارت كفتا تدا قد اغتسلت دسالي خشود وصلت وفيجا دس هابتا نفيجا وعدت الدم الخارج دم استحاضة وأو خوينا بشتينجي درد كويد دوي خوينا بچه حساب كتن ده حساب كت أبا خوينا بنفيجه هيايا لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة چونكي پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام قلت أم حبيبة كثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك قلت تو هند بمينة وقت برنك كانت چند حيضات بنفيجه هيا تتهيلاي و تو حبس کردی و تو تراوستان دید شنویج و روژیا که تو چند روژات مایی کود هند خواه بگیره اویجی طبعا استحاضه لهبو قلت هند خواه بگیره ثم اغتسلی و تشکی بشینگی دسر خوشوی وصلی و دنویجت خاکی اوه حالت ایکی اوازانی حالت ایکی چویه جنه که برینگی عادت دیتن کفتت بنویجه هیادا وقت خزاني الروجا هندي حتى هندي از همه هيبت كرمت بنویجه هيادا بشتينجي ايش هاده همي روجت هيوه خوينت بينتن اوه هده چي كت لزور عادت خواه برينو كه چند روج بين روجت بنویجه هيه الكيش وقت هيوه بين وان روجا درين دخوار روجيو نویجه ناكتن او روجت ديدا ده همي نویجه كتن بدا خوين هبيشي الحالة الثانية حالة دوه إذا لم تكن لها عادة معروفة قلت با اگر اوجنه که عادت وی نه دیار بی عادت وی نه دیار بی یعنی شو عادت وی نه دیار بی هنده روز هنده جارا 5 روز 6 روز دست بگه هیبه اتکفتت بنویجه یاده هنده که 6 نیوه که هیبه هنده جارا چوب سر و چود ماهی که هیبه يعني نيا ديار بي عادة أبا فلان روجت كبيتات بنفجه ياده أبا هذا كتبا قلت لكن دمها متميز بعضه يحمل صفة الحيض بس أبا هنم يتشوية ما قلتش عادة نين شويري و يعني هر جار هندك روجت هيفيد كفتت بنفجه ياده أبا چند هيفه که أف خوينه هنه بردامه هيفه هميد بنيتان بس خویناوی و جای جدایه هند روزا دبینید 5-6 روزا 6-7 روزا خویناوی رنگیوی شکلیوی و کی خوینا حیضه یا جداش خوینا دی یا چوه بأن يكون أسود يعني خوينا كار رشا أو ثخينا أن يديره أو له رائحة أن خوينا بهن جدتا والباقي أخوينا دي أفضل بروجة ديت هاي بلاد بنتن يحمل صفة الاستحاضة يعني شكل خوينا استحاضة يا شوية دم أحمر خوينا كالصورة ليس له رائحة شبينجي جناين ففي هذه الحالة ترد إلى العمل بالتمييز أنجي ترد إلى العمل
بالتمييز دشكتن دزفر تهندي دكار تمييز كت يعني جيك جدا كرني خوينا بين جتتو يا طوخ ويا دير عفاوسا هندي اواسا بيت ابا بين بجاية وقت او خوينا واسا خلاص بي خوينا قصور وچه بين جنين ديوان رجا حسب كتن چه استحاضة ودين بيجة دوان رجا دا كت لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام قد فاطمة كش أبي حبيشي إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف قد أجر خوينا بين فجاهية بيت أو خوينا كارشة الدتن ياسين الدفشنكا فأمسكي عن الصلاة وقتك أفخينا هنددي نفجا بهلا فإذا كان الآخر بس أجر خوينا دي بيت فتوضئي دس نفجا خابشو وصلي ونفجا بك نفجا نهلا فإنما هو عرق أفا رهك خوين جدد نكو بنفجاية حالة دويجي أفا مزاني مانا برينو كا چه عادت معروف نبين روجت و ديار كري نبين بس خوينا ويا هيفي خري همي وكي اينينا هندك خوين يا رشا ان بين جدد ان فلان ابدا اتحساب كرن بنفجاي او خوينا دي افا صورو بين جنيد ده اتحساب كرن استحاضة ودوان روجا همي ادا دنفجت خاكت و روجيا جيدا حالة السيوية أخيرا الحالة الثالثة إذا لم تكن لها عادة يعني جنك برنك عادتك ديار كرنين ولا صفة تميز بها الحيض من غيره تصفت جي الدفنين أفجنهن حيض بخوينا دي جي جداب كتن چو صفت دن يعني خويناوي دست بك هيفي حتى دمايك هيفي همي وكي ايك جوري خوينه نكو هنده جورا راشا وبين وفلان هنده كاسورنا هم وكي ايك بود فهذه تجلس غالب الحيض 6 أو 7 بود ابا هده چكتن ده الديف بارا بترش جنكا چيتن بارا بترش جنكا 6 روجا آن 7 روجات كفنت بين فجاهياتا او جيواكي بارا بترش جنكا 6 روجا دست بك هيفي آنجي 7 روجا ده بخوا دانيت بين فجاهي وكي عادة بارا بترش جنكا لأن هذه عادة غالب النساء چونك ابا عادة بارا بترش جنكايا 6 روجا آن 7 روجا كفنت بين فجاهياتا وما بعد هذه الأيام وقتكو 6 روج بخوا دانان بين فجاهي وان 6 روجا دان فجا ناكد روجيا ناگرید بس وقت او 6 روج خلاص قوتي وما بعد هذه الأيام من الدم أو خوينا بشتي وان 6 روجا أو تشيا قوت يكون دم استحاضة دبتا خوينا بين فجاهية تغسله دشكتا دشوتا ثم تصلي وحروصة نفجت خاكت وتصوم ودين الرجيا جيريتا لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش إنما هي ركضة من الشيطان قلت هندك أفا دفعاك بالدانك الشيطاني أفخينا هني فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي قلت تشبك 6 روجا أنا 7 روجا بخب دانا حيضة وتدبا نفج روجيانك قلت ثم اغتسلي باش اشتري خابشو فإذا انتقأتي اگر تو پاکش بوی یعنی ام بجین من خوینا بردام پاکش نبوی بس مقصد بچه اگر تا 6 روز دخواه آن 7 دخواه خلاص کرن فصلی روجيا نفجا بك وصومي روجيا بجرا فإن ذلك يجزئك أبتها داحية ومعنى ركضة من الشيطان وقت قلت ركضة من الشيطان رمانا وچيا يعني دفعة يعني أبا بالدانك أي أنكو إن الشيطان هو الذي حرك هذا الدم شيطان يكو أفخينا هنه لفاندي وهال داي وبتر قوات هاتي حتى بجا بويا أفئش هنه والحمد لله رب العالمين.